المهمة هي استرجاع عبوة اتسرقت من اليابان، وكابتن امريكا بينزل للمكان فعلا وبيبدأ يشتبك مع المرتزقة وبيقدر انه يخلص عليهم بكل سهولة، وده بيكون بسبب تقنية موجودة ببدلته الجديدة. وخواكين بيعمل مسح جوه المبنى وبيعرف ان في رهاين واللي محتجزهم هو سيس فولكر، وبيبلغ سام وساعتها بيجري علشان ينقذ الرهاين. واول ما فولكر بيعرف ان كابتن امريكا جاي عليهم بيؤمر رجالته انهم يقتلوه، وبيهرب هو وكام واحد من رجالته علشان يحمي العبوة. وسام بيكون وصل للمكان وبيشتبك معاهم، وساعتها خواكين بيبلغوا ان العبوة بينقلوها من مكانه، بس قالوا انه مشغول دلوقتي في القتال معاهم، وعلى الرغم من انهم بياخدوا منه الدرع لكنه برضه بيقدر يخلص عليهم كلهم وبيرجع الدرع تاني. وكان في واحد هيخلص على الرهاين بس سام بيعرف يخلص عليه عن طريق جهاز من بدلته. وخواكين بيقول له على تحركات الرجاله الباقيين اللي معاهم العبوة، بس كان عايز يروح يلحق فولكر، فبيكلف خواكين بالمهمة دي وبيفرح جدا وبيلبس بدلته وبينزل من الطيارة وبيخلص على رجالة فولكر وبيقدر ياخد منهم العبوة. وسام بيجري ورا فولكر وبيلحقه فعلا وبيرمي عليه الدرع لكنه بيعرف يتفاداه، وبيحسوا انهم عاملين مؤتمر في البيت الابيض وفي نفس الوقت هيكرموه هو وخواكين بسبب مهمتهم الاخيرة، وبيدعوا برادلي يجي معاهم وبيوافق. وفعلا بالليل هما الثلاثة بيروحوا البيت الابيض، ولما بيوصلوا بيقعدوا يهزروا وبيتصوروا مع بعض، والمكان بيكون متأمن ومتراقب بالكامل. والرئيس بيستدعي سام علشان محتاج يتكلم معاه، ولما بيدخل له الرئيس روز بيشكره انه نجح في مهمته ورجع له العبوة علشان العبوة هتخليه يعرف يعمل معاهدة مع باقي الدول، وبيقول له كمان انه خلاه يرجع يفكر انه يرجع فريق الافنجرز بالكامل بعد ما نجح في مهمته بسهولة. وساعتها سام بيستغرب لان هو اللي فكك الفريق زمان وصعب دلوقتي يكون الفريق من جديد، لكن بيقول له انه يحاول يجمعهم من تاني علشان لولا الفريق بالمهمات اللي عملوها كان زمان نص الشعب مش موجود، وان وجود فريق الافنجرز امان للدولة كلها. وبيتصوروا هما الثلاثة وبيخشوا قاعة المؤتمرات، وبيكون في وزراء ورؤساء من جميع انحاء العالم، والرئيس روز بيتقدم لخطابه وبيقول لهم ان بعد ما ظهرت الكتلة الفضائية كل الدول حاولوا انها تكون من ملكهم، وكل الدول فعلا اتشاركوا علشان يعملوا عليها ابحاث علمية وقاتلة جدا واشد دمار من مادة الفابرينيوم، ودي هتكون مادة هتدي امان كبير لاي دولة تمتلكها. وكمان هيؤمر ان مش دولة واحدة بس هي اللي هتستفاد بالمادة، لكنه هيقسم المادة بين كل بلدان العالم بالعدل. وبيكونوا استخرجوا اول عبوة من اليابان لكن تمت سرقتها، وبفضل كابتن امريكا اللي هو سام ويلسون وخواكين توريس قدروا يرجعوها وحفظوها في مكان امن. وفي اخر خطابه بيقول انه لازم كل الدول تتحد معاهم علشان يستفادوا من المادة اكبر استفادة. لكن فجأة وهو بيتكلم بنلاقي مرة واحدة برادلي قام وخد سلاح من الامن وبدأ يضرب نار على الرئيس روز، لكن بيجي في الازاز اللي محاوطه، وسام بيقوم علشان يمنعه لكن برادلي بيخنقه وبيرميه بعيد، وبنلاحظ انه بيتصرف بطريقة غريبة واكنه مش في وعيه وبيبقى في القاعة. بس الحرس الجمهوري وسام بيتعاملوا معاهم وبيخلصوا عليهم وبيحموا الرؤساء وبيطلعوهم بره القاعة، وبرادلي بيجري وبيهرب بره البيت الابيض، وسام والشرطة بيجروا وراه لغاية ما بيحاصروه من كل اتجاه. وساعتها بيقف وبيبقى مش فاهم حاجة واكنه رجع له وعيه من تاني. وسام علشان بيبقى عارف خطورة الموقف بيترجى انه يسلم نفسه للشرطة لغاية ما يفهم اللي حصل، وفعلا بيسمع كلامه وبيسلم نفسه. وبعدها سام بيروح لروس وهو متعصب، وروز بيطلع كل اللي في القاعة ما عدا المستشارة الامنية بتاعته اللي بيكون اسمها روز. وسام بيدافع عن برادلي وبيقول له انه استحالة يعمل كده من نفسه وانه شاكك ان في حد اتحكم في وعيه، بس طبعا الرئيس روز مش بيصدقه وبيقول له ان برادلي مذنب وخاين هو وكم فرد من الامن، وانهم شاكين انهم بيشتغلوا لمنظمة ارهابية. بس سام بيحاول يفهمهم ان برادلي لما اتقبض عليه ما كانش عارف ايه اللي حصل، وبيطلب منه انه يخليه يتابع معاهم التحقيق، بس روز بيرفض. ولما سام بيهدده انه مش هيشتغل معاه ولا هيجمع فريق الافنجرز، فروز ساعتها قال له انه موقوف عن العمل، وبيكلف روز السلطة الكاملة في تحقيق على عملية الاغتيال اللي حصلت. وسام بيطلع من المكتب وهو متضايق جدا وبيقرر انه هيحقق بنفسه في الموضوع علشان يبرأ صاحبه برادلي. ولما كله بيخرج روز بياخد حباية تاني من الدواء اللي معاه، وبننتقل للسجن اللي فيه برادلي، وسام بيروح له علشان يزوره وبيحاول يفهم منه ايه اللي خلاه يعمل كده، وبرادلي بيقوله انه مش عارف هو عمل ايه اصلا. فسام بيخليه يحكي له كل اللي هو فاكره، وبرادلي بيحكي له وبيقول له انه دخل البيت الابيض وبعدها اتصوروا مع بعض ومش فاكر اي حاجه بعد كده غير انه لقى نفسه مره واحده بره البيت الابيض وبيتقبض عليه، وما كانش فاكر او عارف انه دخل قاعه المؤتمرات اصلا، وبيعيط علشان هو عارف انه اكيد هيفضل في السجن زي ما اتحبس قبل كده 30 سنه ظلم. بس سام بيوعده انه هيحقق في القضيه وهيخرجه من هنا، واول ما بيمشي من عنده بيحاول يوصل للحقيقه، وبيكلم خواكين علشان لو شاف اي حاجه ملفته في كاميرات المراقبه، وبيقول له انه شاف تليفون برادلي نور نور عالي مره واحده هو وكل افراد الامن اللي ضربوا نار على الرئيس، وبيبدا يقتنعوا فعلا ان في حد تلاعب في وعيهم عن طريق شفره على التليفونات علشان يعملوا كده. وروز برضه بتوصل لنفس المعلومات وبتبدا تشك ان سام عنده حق. وسام وهو في طريقه فجاه فالكور بيظهر وبيضرب عليه نار وبيحدف عليه قنبله وبيفجر العربيه، وبيبلغ حد في التليفون
انه خلص عليه. لكن فجأة مرة واحدة بيظهر سام وبيشتبك معاه، وفالكور بيقدر انه يسيبه في جسمه كذا مرة، بس برضه سام بيقدر انه يضربه وبيتظاهر بانه بيستسلم. لكن مرة واحدة ضرب عليه رصاصة، بس سام بيقدر انه يستخبى منه، وفي حركة ذكية من سام بيخليه ما يشوفش كويس. ومرة واحدة بيظهر وبيضربه ضربة قوية جدا، واللي كان مكلفه بقتله بيتصل بيه، وسام بياخد التليفون وبيرد عليه، وبيلاقي صوت غريب وهو بيقول له انه بيحييه على شجاعته وبيقفل. وسام بيفضل محتفظ بالتليفون، والشرطة بتيجي وبتقبض على فالكور. وبننتقل للرئيس روس وهو بيتكلم مع رؤساء العالم، وبيحاول يكمل الاتفاقية اللي كان عاوز يعملها، بس القادة بيبدأوا يشككوا فيه، وبيقولوا انه ازاي هيثقوا فيه وانه مش قادر يحميهم ولا حتى يحمي نفسه وهو جوه بلده. وبيقول لهم ان اللي حصل ده هجوم ارهابي، وانهم قبضوا على اللي عملوا كده، لكن برضه مش بيوافقوا لان اللي حصل ده كان صدمة ليهم كلهم. بتروح تاخد برادلي عشان تنقله في حبس انفرادي امن اكتر. وبننتقل للرئيس روس وهو متجه لليابان علشان يقنعهم انهم يوافقوا على الاتفاقية، وبيتكلم مع المساعدة بتاعته وبيعرف منها ان سام وخواكين سابوا مكانهم وبيحققوا في القضية، فطلب منها انها تشكل فريق علشان يوقفوهم باي شكل. وفي نفس الوقت الحارس كوبر اللي في القاعدة العسكرية للسجن ايكو 1 بيتصل بالرئيس، بس فجأة بيسمع صوت ضرب نار، وصامويل بيكلمه وبيقول له انه هيبدأ يكشف عن نفسه ومفيش داعي انه يستخبى تاني. وروس بيفهم ان هو اللي ورا اغتياله وسرقة العبوة من اليابان، وصامويل بيقول له ان هو اكتر واحد ساعده لغاية ما وصل لمنصبه، بس هو ما كانش قد وعده معاه وفضل حبسه طول السنين دي في السجن. وبيعرفوا انه كان يقدرته، وبكده بيكونوا فهموا زي برادلي والامن ضربوا نار على الرئيس. وساعتها صامويل بيظهر لهم وبيعترف لهم ان هو اللي سرق العينة من اليابان، وكمان هو اللي ورا اغتيال الرؤساء، وبيقول لهم قصته من الاول، وهي ان الدولة سجنته علشان يعملوا عليه اختبارات وكمان يستفادوا من ابحاثه. وروس برضه كان بيحاول يستفاد من ذكائه وابحاثه علشان يوصل لمنصب اعلى، وكان وعده ان اول ما يوصل لمنصب رئيس الدولة هيحرره من سجنه. لكن بعد ما وصل للرئاسة تخلى عنه وسابه مسجون لسنين، وعلشان كده استغل ذكائه وهو مسجون علشان ينتقم من روس. وبيقول انه مش عايز يقتله لكنه عايز يظهر حقيقته السيئة للشعب ولبنته. وسام بيبدأ يتضايق من كلامه، كان لسه هيهجم عليه لكنه بيكون مأمن نفسه بجهاز في المختبر وبيقدر يوقفه، وبيكون مسيطر على وعي امن السجن، وبيأمرهم انهم يخلصوا منهم لغاية ما يهرب. وفعلا بيبدأوا يشتبكوا معاهم وبيكونوا اقوياء جدا. لكن فالكور بيتفق مع سام انه هيقول له بشرط انه هيقلل مدة عقوبته في السجن، وسام بيوافق. وفالكور بيقول له ان صامويل اخد مصل معين، لكن بدل ما يزود القوة الجسمانية زي اي حد ما بياخده، زود له القوة العقلية، وما كانش قادر يتخلص من التفكير، وكان عايز ياخد مصل مضاد علشان يريحه من كتر التفكير. لكن روز زود له الجرعة اكتر، وده اللي خلى شكله غريب، بس برضه كمان خلى تفكيره وذكائه عالي جدا. وروس والدولة كانوا بيستغلوه كجهاز للافكار والابحاث، وكان بيخترع احدث الاسلحة للدولة، وكمان وصل روز لمنصب الرئاسة بافكاره. وبعد ما روز خلب وعده ليه، صامويل قوة ذكائه دي اتحولت لقوة غضب كبيرة عايزة تخلص من روز، وفعلا اخترع اللحن اللي بيخليه يسيطر على وعي الناس، وخطط لسرقة العبوة من اليابان علشان يفتكروا ان روس هو اللي سرقها. وكمان عمل هجوم الاغتيال عشان تبوظ الاتفاقية ما بينهم، وساعتها هيحصل حرب بين اليابان وامريكا، وساعتها العالم كله هيتهم روس انه ما يستحقش منصبه. وبكده هيكون صامويل انتقم منه فعلا، وبيبدأ يتحرك علشان يوقف الحرب اللي هتحصل، وان في حد متحكم في وعيهم. لكن طبعا مش بيصدقوا، وبيأمر طيرانه بضرب صواريخ على الاسطول الامريكي، لكن سام بيعرف يفجرهم كلهم قبل ما يوصلوا. وعشان كده فعلا تخطيط صامويل بيتحقق زي ما هو عايز. وساعتها بيكلمه صامويل وبيبدأ يستفزه وبيقول له انه مش قد منصبه. وفي نفس الوقت الجيش الياباني بيضرب كمان صاروخين، وخواكين بيفجر واحد وبيحاول يفجر التاني لكنه بينفجر فيه وبيقع في المحيط. وكان لسه في طيارة هتضرب الاسطول الامريكي، بس سام بيخرج منها الطيار وبينزل بامان، وبيخلي الطيارة تتجه بعيد عن السفن الامريكية، وبينقذ الطيار الياباني. وبكده بيفهم الرئيس الياباني انهم فعلا عايزين يوقفوا الحرب، وساعتها فعلا الحرب بتقف. وصامويل بيتضايق جدا ان خطته فشلت، وسام بيروح لخواكين يطمن عليه بعد ما اتنقل للمستشفى، وبيكون متضايق جدا. وبنتفاجئ بظهور باكي صاحب ستيف، وبيكون جاي يطمن على خواكين بعد ما عرف اللي حصل له من الاخبار. وبننتقل للرئيس روس وبنشوفه وهو متردد يتصل ببنته علشان اللي عمله زمان، ولما بترد بيطمن عليها وبيقول لها انه وحش ويروح معاها الحديقه زي زمان. وبعد ما بيخلص معاها المكالمه بيطلع علشان بيبقى عنده لقاء مع الصحافه، وبيقول ان كان في قوه خافيه كانت بتحاول تبوظ الاتفاقيه، لكن هو عمل كل ما في وسعه علشان يوقفها، وفعلا نجح في ده. وبيخلي الصحافه تبدا اسئله. وفي نفس الوقت ده بنلاقي صامويل وهو رايح لسام في المستشفى، وبيعرفوا انه ما كانش عايز يقتل روز، لكنه كان بيعمل كل ده علشان يكشف حقيقته للناس، وده اللي هيحصل دلوقتي. بس سام قال له انه قدامه 5 دقايق والشرطه توصل وتقبض عليه. فصامويل بيقول له انه هيسلم نفسه لان هدفه ان حقيقه روز تبان للناس، وانه كان هيعمل ده في الحرب
لكنه وقفها، بس دلوقتي مش هيعرف يوقفه، وبيفهمه انه كان بيضيف اشعة جاما في الحبوب اللي كان عاملها الروس، ودي هتخليه لما يتعصب يتحول لكائن غريب. فسام بيفهم تخطيطه وبيخلي الشرطة تقبض عليه، وبيروح علشان يلحق روس، وروس بيكون لسه بيقول خطابه، واثناء الخطاب بيظهر منشور بيتبعت لكل تليفونات الحاضرين، والمنشور بيكون مكتوب فيه ان روس كان مشترك مع صامويل علشان يوصل لمنصب الرئاسة بذكائه، وبعد كده تخلى عنه وسابه محبوس. وروس مش بيبقى عارف يرد يقول ايه وبيتوتر، لكن في نفس الوقت ده بيتم اختراق كل السماعات الموجودة، وبيشتغل تسجيل لصامويل وهو بيقول كل حقيقة شراكته مع روس علشان يوصله للرئاسة بذكائه. وروس بيكون عايز يبرر للناس وللصحافة، بس مساعدينه بيحاولوا يمنعوه. يروح يطمن على خواكين بعد ما فاق، وفي الاخر بيروح لروس بعد ما سجنوه، وبنعرف انهم سجنوه علشان نوبات الغضب اللي بتجيله، وانهم غيروا الحبوب بتاعته علشان يشيلوا منها اشعة جاما علشان ما يتحولش الريد هالك من تاني. وسام بيشكره انه راضي على الوضع اللي هو فيه لغايه ما اشعة جاما تخرج كلها من جسمه، وساعتها هيخرجوه. وبيقول له كمان ان اليابان وافقت على الاتفاقيه وانه نجح في الاخر، وعلشان بتقول له انه وحشها وبتشجعه وبتقول له انها تستناه لغايه ما يرجع لحالته الطبيعيه ويخرج ويروح للحديقه زي ما كان عايز. وبس كده فيلمنا خلص. فارس لو فيلم عجبك تعمل سبسكرايب اللي هو اشتراك يعني، وتفعل زر الجرس اهم حاجه عشان اول ما ننزل فيلم جديد يجيلك اشعار بيه. وزي ما هو لو كملت الفيديو لحد هنا يا ريت تعمل ايموجي بالقلب الاحمر عشان نعرف كام واحد كمل الفيديو لحد الاخر. وبس كده نشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.